رجعت لكم تاني بفيديو جديد ازاي بنبحث داخل بنك المعرفة المصري بعد ما عرفنا طبعا ايه هو البنك واهم خصائصه او مزاياه ومين يقدر يستخدمه وازاي بعمل حساب على بنك المعرفة المصري. دلوقتي بالحساب اللي انا عملته هعمل تسجيل دخول عشان اقدر ابحث واستفيد من كل مزايا البنك او الموقع. المفروض طبعا ليا يوزر نيم اسم المستخدم وكلمة مرور، فبدخلهم او ممكن اكون عامل مسجلين على الموقع ما بشيلهمش يعني. فبعمل تسجيل دخول كده اهوت، وبيفتح لي الصفحه الاكونت بتاعي. انا مسجل على انهي بوابه، سواء كان بوابه الباحث او بوابه القارئ العام او بوابه الطالب او وات. فدي البوابه اللي قدامنا دي اللي هي بوابه القارئ العام اللي هي اي حد بيقدر يستخدمها. زي ما احنا شايفين اقسامها زي ما احنا شايفين كده، عن التاريخ، عن مصر القديمه، عن الفلسفه، عن كويزين اللي هي الحاجات الخاصه بالطبخ والمطبخ، لاندسكيب الحاجات الطبيعيه، صور ومناظر. هلاقي شريط البحث هنا في النص. قبل ما ابحث برضو ابص تحت، هلاقي اقسام تانية زياده على اللي فوق دول اهوت، ابص فيهم. وبرضو كمان مور توبكس تحت كمان اهم، ادي مور توبكس ماشي، حاجات اللي هو حاططها بيستفيد منها اي شخص تحت بوابه القارئ العام. زي ما احنا شايفين ادي عناوين كلها لكتب، مجرد ما ادوس عليه بيظهر لي هو عنوان الكتاب ايه بشكل اكبر. لو دوست عليه هيفتحوا لي طبعا. طب لو انا مش لاقي اللي انا عايزه هنا اهوت، فهرجع اروح عند شريط البحث وادور فيه على الحاجه اللي انا عايزها. طب ابحث ازاي؟ هاجي في شريط البحث وهكتب، لو انا مثلا محتاج اعرف حاجه عن الهيستوري، هكتب هيستوري اوف مثلا جريس، تاريخ اليونان، اكتب كده وادوس انتر واستناه. زي ما احنا شايفين هنا اهو بيبحث، وشايفين هنا كده بيبحث داخل الموقع ذات نفسه. انزل تحت هيجيب لي نتائج البحث، في شريط بيبين لي نسبة البحث قد ايه وهو وصل لنسبة كام. زي ما شايف 96%، بيزيد 98. استنى خالص لما يبقى 100% وانزل تحت هلاقي جاب لي كل الموضوعات، المقالات، الفيديوهات، الحاجات اللي كلها مرتبطة او فيها كلمات من كلمات البحث اللي انا دخلتها. استنى عليه لما يبقى 100% علشان خاطر استفيد باكبر نتيجة للبحث. ممكن اما يوصل لنسبه معينه انزل ابص اشوف نتائج البحث اللي جابها لي ايه، فلاقيه جاب لي مثلا عناوين مرتبطه بالحاجات اللي انا ببحث عنها. فهجيب مثلا اهو كاتب لي جريس، ادوس على جريس. لو عايز اعرف معلومات اكتر عن العنوان دوت ادوس على المفتاح دوت، هيجيب لي The country of Greece has had a long and eventual history. In ancient times Greece was a major center. ادوس. طب لو ده حاجه مناسبه اللي انا او هو ده تقريبا اللي انا بدور عليه، فادوس عليه على التايتل، هلاقيه هيفتح لي صفحة جديدة اللي موجود فيها المصدر بتاع الحاجة ده. زي ما احنا شايفين هنا اهوت. الحاجات دي طبعا كلنا احنا محتاجين حق الملكية الفكرية بتاعتها، ومدفوع فيها مبالغ كبيرة جدا، ورغم ذلك الحكومة بتوفرها لنا ببلاش. انزل اشوف الجيوغرافي، الجغرافيا، البلانتس اند انيمالز، البيبل، الشعب، الكالتشر، الثقافه، الايكونومي، الاقتصاد بتاعها، التاريخ بتاعها. لو انا عايز اعرف التاريخ بتاعها ادوس على التاريخ بتاعها، هيدخلني على القسم اللي فيه التاريخ بتاعها. ممكن اخش الاقي جوه في فيديوهات، في مقالات، في حاجات منشوره عن الموضوع، في صور، في حاجات كتير قوي. في من الحاجات دي فيديوهات تبقى داونلودابل، يعني ممكن انزلها. طبعا ده مجاني، لكن الحكومه دافعه فيه مبالغ طائله عشان خاطر احنا نستخدمه ببلاش. كده انا عرفت ازاي بدور جوه الموقع وبوصل لفيه. شكرا.